هعمل معاكم النهارده كيكه السنيكرز بطريقه سهله وسريعه وطعمها فعلا مميز جدا وما بتاخدش وقت خالص. اول حاجه طبعا هدهن الصينيه بتاعتي بشويه زيت او قطعه زبده، واكون طبعا مولعه الفرن على درجه حراره 180 رف اوسط. وهبتدي بقى ان انا احضر المكونات بتاعتي. معايا 3 بيضات بدرجه حراره الغرفه، وعليهم رشه من الفانيليا سايله او بودر، وكوبايه كبيره من السكر. وهقلبهم كويس جدا مع بعض كده لغايه ما لونهم يفتح او السكر يدوب. وبعد كده هنزل بقى عليهم بكوبايه من اللبن برضو درجه حراره الغرفه، وعليهم نص كوبايه من الزيت. ممكن طبعا يبقى خليط ما بين الزيت والزبده او الزيت والسمنه، بيدي طعم وتيست عالي جدا للكيك. بعد ما قلبتهم كويس جدا مع بعض هنزل عليهم بكوبايه ونص من الدقيق، يكون متعدد الاستخدامات او مخصص للكيك. وهضيف بقى رشه من الملح ومعلقه كبيره من البيكنج باودر و3 معالق من الكاكاو الخام. هقلب مع بعض كده واحاول بقى ان لو في اي دقيق من فوق بنزله، ويبقى كده خلاص اتاكدت ان الدقيق اندمج تماما مع الخليط. هصبه بقى في الصينيه بالشكل ده كده، واجيب بقى خله او ظهر شوكه واحاول ان انا بقى اخرج كل الهواء اللي جواها كده بالشكل ده كده، وادخلها على الفرن. بتقعد بالظبط 20 دقيقه، او اول ما ريحتها تطلع كده نختبرها بالخله ونشوف اذا كانت استوت ولا لا. عقبال بقى ما الكيكه تستوي يكون بقى انا حضرت الكريمه بتاعتي. معايا 2 باكت من الكريم شانتيه، عليهم كوبايه لبن متلجه. هقلبها كويس جدا كده بالمضرب لمده 5 دقايق لغايه ما يديني قوام تقيل. اهم حاجه يبقى القوام تقيل معايا، بيبقى بالشكل ده كده. هنزل بقى عليه ب3 معالق من زبده الفول السوداني، وده بقى اللي بيظبط الطعم وبيدينا نفس طعم السنيكرز بالظبط. طبعا زبده الفول السوداني في منها كريمي كده للسندوتشات وفي منها خشنه شويه. احنا هنا في الطريقه ديت عايزين الخشنه شويه. هحط منها 3 معالق وعليهم كمان علبه قشطه نسله، بتظبط الطعم جدا وبتديها طعم كريمي وخطير. وكمان معلقه من الكاكاو اللي احنا بنشربه عادي باللبن، بيظبط برضو اللون. كده خلاص جاهز معايا. هحطه بقى في التلاجة وابتدي بقى ان انا اخرج الكيك من الفرن. خرجت الكيكه واتاكدت ان هي استوت تماما. هسيبها بقى تبرد، وبعد كده بالخله هفتحها فتحات كده عشان لما اجي اسقيها تتشرب على طول. معايا بقى علبه عصير هنا 200 جرام حليب بالكاكاو. ولو حابين طبعا تعملوا كوبايه لبن عليها معلقه كاكاو ومعلقتين سكر وتسقوا برضو الكيك عادي. بعد كده بقى هجيب الكريمه بعد ما خرجتها من التلاجة، بقى هسويها كويس جدا كده من على الوش بسباتيولا بقى او بظهر سكينه. بنساوي كويس من على الوش وبنحطها في التلاجة لمده 3 ساعات. بعد ما بنخرجها بقى بنزينها بقى باي حاجه عندنا. انا كان عندي صوص كراميل ده جاهز، لو حابين طبعا تعملوه في البيت مفيش مشكله. وكمان كان عندي شوكولاته الكريسبي ديت شكلها حلو قوي، رصيتهم برضو بالشكل ده. وجبت شوكولاته سنيكرز قطعتها شرايح رفيعه كده ورصيتها من على الوش، وحطيت صوص كراميل تاني. بجد كيكه خطيره، شكلها حلو جدا وطعمها مميز جدا. جربوها هتعجبكم. لو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد. وبألف هنا.